السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة مع بعض كده هنعمل ريفيجن لياسين على الاديشن والسبتراكشن. أولا لازم نبقى معلمين أطفالنا من البداية خالص يعني إيه اد يعني اجمع. تمام. وكمان لازم نعرفه علامة الاديشن اسمها إيه، اسمها بلس. أوكي، وده بيكون شكلها. دي علامة الاديشن اسمها إيه؟ ها، بلس. بلس. يبقى علامة الاديشن او الجمع اسمها بلس. تمام. طيب هنبطل بعد ما نشوف الفيديو ده ان شاء الله ان احنا نقول للاطفال حط الرقم البيج نمبر في دماغك والرقم الصغير على ايديك والكلام ده خالص. هننسى الكلام ده خالص بعد الفيديو ده ان شاء الله. نشوف هنحل باي طريقة. هنشوف مع بعض دلوقتي. يلا ياسين بص هنا معايا. احنا في الاد بنعمل ايه؟ بنرسم هنا او بنعمل درو نمبر 5 او لاينز او خطوط بنفس العدد ده كده 1 2 3 4 5. وهنا عندنا كام؟ 2 1 2. نقفل عليهم بقى بيت واحد كده كلهم مع بعض. ال5 وال2 لو عملنا لهم اد مع بعض هيبقوا كلهم كام؟ هنقول بقى 1 2 3 4 5 6 7 ويكتب هنا 7. تمام. طيب ده بالنسبه للاطفال الصغيرين خالص اللي هم عندهم مشاكل في حكايه تحط الرقم الكبير في ايدك والرقم الصغير على ايديك ويقعد يتلخبط. لا، بعد ما يعمل الحركه دي مش ان شاء الله مش هيتلخبط خالص، ومش هنقول له حط في دماغك ولا في ايدك تاني، وده افضل عشان ما يتلخبطوش. بعد كده نشوف بقى المساله لما يكون بشكل ايه، رأسي، عشان الطفل يتعود على الطريقتين. هنقول 1 2 3 4 وهنا عندنا 1 2 3. هنعمل ايه يا ياسين فيهم؟ هنقفل عليهم ايه؟ الباب. برافو عليك. وبعد كده نعمل ايه؟ ها يلا كاونت 1 2 3 4 ها 5 6 7. يبقى لو احنا عملنا الاد للفور والثري هيدينا كام؟ 7. اوكي. طيب هنشوف ياسين دلوقتي هيحل لي دي ازاي. يلا ياسين يلا درو لاينز. هنرسم ايه؟ خطوط. هنا نرسم ايه؟ يلا يلا ارسم 1 2 وهنا نرسم ايه؟ 6 6. يس 1 2 3 4 5 6. بعد كده نعمل عليهم ايه كلهم؟ نقفل عليهم ايه كلهم؟ ها الباب. ونعمل ايه؟ نرجع نعمل كاونت تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. رايت 8. جريت. يبقى الريزلت بتاعنا ايه؟ 8. برافو عليك يا ياسين. طب يلا نحل دي كمان بسرعه كده. ها 5 بلس 1 هنعمل ايه هنا؟ ها درو 5 لاينز 1 2 3 4 5 وهنا 1. وهنعمل ايه معاهم كلهم؟ هنقفل عليهم ايه؟ الباب. باب. يلا نعمل كاونت 1 2 3 4 5 6. يلا يبقى نكتب هنا 6. يبقى 5 بلس 1 ايكوال ايه؟ ايكوال 6. اوكي. طب تعالوا نشوف في السبتراكشن بنعمل ايه. في السبتراكشن احنا ما بنعملش دروينج او رسم الا للايه؟ للبيج نمبر. يعني بنرسم الكبير وناكل منه ايه يا ياسين؟ الرقم الايه؟ السمول نمبر. اوكي. يعني هنرسم 7 بس 1 2 3 4 5 6 7. 7 ايه؟ 7 لاينز. بعد كده هنقفل ايه؟ الباب على 3 بس اللي هناكلهم اهو، ونشوف ايه اللي اتبقى بره. تمام. يبقى نرسم 7 لاينز وناكل منها كام؟ ناكل منها السمول نمبر ده هو اللي هناكله من الايه؟ من البيج نمبر. هيتبقى كام؟ 1 2 3 4. اوكي. طيب تعالوا نشوف المسألة كده دي لما تكون بشكل ايه؟ بشكل رأسي. يلا 1 2 3 4 5 هناكل منها ايه؟ 2. نقفل كده بقنا على 2. باقي كام بقى؟ 1 2 3. اوكي. هنشوف ياسين بقى وهو بيحل دي لوحده. يلا هنرسم هنا ايه؟ 6. اوكي 6 2 3 4 5 6. هناكل منهم ايه؟ 2. يلا قولي بقى هنا باقي ايه؟ 5 نو. انت عديت صح. 1 2 3 4 5 6. انت رسمت واحد زياده. اوكي. يبقى نعمل ايه؟ نكنسل ده. يلا اقفل الباب بقى على 2 بس. كنسل واحد. ايوه لان ايوه يلا اقفل على الباب. هيتبقى كام معانا بره هنا ياسين؟ يلا 1 2 3 4. يس رايت 4. 4. يس برافو ياسين. اطلع برافو. طيب هنا ياسين يلا وري اصحابنا هتحلي دي ازاي. ها هنرسم ايه؟ ها هنا draw for ايه؟ lines 1 2 3 4. ها هناكل منها ايه؟ 1 1. يس. ها
3 برافو. يبقى 4 minus 1 equal ايه؟ 3. ممكن تقولها تاني؟ 4 minus 1 equal 3. yes great. وبكده لا نقول للطفل بقى حط الكبير في دماغك in my mind والسمول نمبر on my hand ويتلخبط الطفل مين اللي هنحطه في دماغنا ومين اللي هنحطه في ايدينا. لا، في ايديه خالص الرسم، وعمره ما هيتلخبط في الرسم لو هو قدام عينيه. احسن من الارقام اللي في دماغنا، هو مش عارف، مش فاكر هو حط ايه في دماغه وايه في على ايديه. هنتخلص من الموضوع ده خالص لو عملنا كده مع الاطفال، وخاصه في العمر الصغير قوي. تمام. لكن الاطفال اللي عندها قدره انها مثلا نقول لها مثلا الفايف نمبر هنا برنس يقف زي ما هو كده ونعد افتر 5 تو نمبرز اهي، هنقول افتر 5 6 7. طب والاطفال كمان اللي بداوا استوعبوا الفكره نقدر نقول لهم نمبر 7 هناكل منه 3. لو حافظ الارقام على ايديه هيطلع 7 وهياكل 1 2 3، يتبقى كام؟ 1 2 3 4 ويكتب. تمام. يبقى احنا دايما مثبتين معانا البيج نمبر وشغالين ان ناكل منه السمول نمبر، او نعمل له ايه؟ اد او اضافه للايه؟ للسمول نمبر في حاله الايه؟ الاديشن. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيشن وطريقه الاديشن والسبتراكشن بكل سهوله، وزيها بالظبط الجمع والطرح في الحساب. طبعا الاطفال اللي بيدرسوا حساب ندرسها لهم بنفس الطريقه، هتبقى سهله بالنسبه لهم جدا جدا، طبعا مع اختلاف الارقام ايه؟ بالعربي. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تتابعوني على قناه التاسيس فن مع التاسيس مع مس مروه، هبسطها لك، ودي قناتي على اليوتيوب. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.